السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. إذا جمهور الهلال كثر الصياح والنياح، وانتم فريقكم في صعود وفريقهم في هبوط. صح الفريق غادر البطولة، بس مو بمغادرين ذاكرتنا باللي سووه. فريق بطل مهما صار له، وصل دور الثمانية، فاز على ريال مدريد، هزم السيتي، تأهل، لعب 5 مباريات، تعادل مبارتين، فاز مبارتين، خسر في دور الثمانية من فريق برازيلي. الدوري عندهم شغال لسه بالنص، انت نهاية موسم. لعبة بنفسية تعبانة، خاصة انه نيفيز وكانسيلو، والدليل شوف غلطة كانسيلو، صاحب وانتو ميت. فأنا أقول جمهور الهلال، وجمهور الهلال دائما وافي، ما عليكم اللي يصير الآن بالسوشيال ميديا. فريقكم بطل، إدارتكم بطلة، رئيسكم بطل، مدربكم بطل، اللعيبة كلهم أبطال بدون استثناء، لا حد يستنقص بأي لاعب، كلهم ما في بيض الوجه. الزعيم دائما في العلالي. اخواننا العرب انصفونا، والاجانب انصفونا. تحكيم ظالم ظالم ظالم. للاسف ان جمهورنا اللي هنا هو اللي يستنقص من اللي صار الان بالهزيمه الاخيره، علما بان شرف الوطن ورفع من اسهم الدوري السعودي. وبتشوفون الصفقات اللي جايه اللي بالملايين بتنزل، سمعة الدوري السعودي ارتفع. اتركوا التعصب مهما كان ما راح يفيد، بالعكس. جميع الدول معنا، العربية والخليجية والآسيوية، بعض الجمهور للأسف اللي عندنا وانتم عارفينهم، هذول ليك. كلمة أخيرة، ارفع راسك يا هلالي، وانصفوا اللعيبة. سلام.